شوف كيف شالها. يا ساتر ولا شيء. يا اهلا وسهلا ومساء الورد. اليوم تجربة جديدة، اليوم تجربة مختلفة، بنروح كوكب الصين. طبعا الروحة هذه بتكون مع شركة سيارات، ولكن الهدف من الفيديو هذا ما اني راح اصور سيارات، هو بصور سيارات، لكن الهدف اني بصور تجربتي الاولى معكم، تعيشوا معي تجربة اني اروح كوكب الصين. صراحة متحمس، من السنة راحت كل مرة تجي رحلة للصين سبحان الله ما تضبط، فالحين بتكون رحلة مميزة ان شاء الله. خليني اوريكم الطيارة، خاصة ان هذه اول مرة اركب طيارة صينية. الصراحة يعني طبعا هذا بزنس كلاس، لكن مو الشيء العظيم. طبعا الحين عشان قاعد يتكلم الكابتن فما يدينا اضغط شيء. السيت اب حقه حليل، بس يعني كان يمديهم ياخذ مساحة زيادة، يعني شوفوا ما في فراغ كبير صراحة يعتبر. اغلب الطيارات تجي قطعة واحدة هذا الشيء، ولكن في النوم حتكون مشكلة، يعني رجولي حتكون هنا، بس انه اوكي مشي حالك. كانت ميزة انه هي دايركت من الرياض للصين، لكن اتوقع انه خلاص توبة ما عاد نركب فيها لان صراحة مرة قديمة. قاعد اتشرف صح، لكن ما عليكم. هنا الله يكرمكم سليبر، الشبشب هذا حق اذا تبي تروح دورة مياه او شيء، بس لونه حلو والله صراحة. طبعا هذا بينحط في الشنطة بس اوصل للوجهة. في طبعا بطانية، مخدة موجودة. راح نوصل ان شاء الله يمكن 10 شوفني قاعد اتكلم كأني طيار. نوصل ان شاء الله، نوصل 10 الصبح تقريبا، يكون عندنا اليوم كامل ما في شيء نسويه نهائيا في الغالب، خاصة راح نوصل 10 الصباح، بس تكون فرفرة، ندور لمولات شيء نشوف، بوريكم عاد وش نلقى. الرحلة هذه تكون رحلة أنا وياكم نتفرج على الصين كأول مرة، ما قد رحت هناك. خططت في الطيارة إذا بينام أشغل دوكيومنتري، بتجيك نوم عميقة ما تحلم فيها، فهذا الشيء جدا ممتاز. تبي تتكي وتنبسط وتاكل وكذا شغل كوميدي، دور لك شيء كوميدي. أنا مثلا جواني كوميدي لكن ما عليك خسر. والله يا خرشة توبة توبة ما حفظه، توبة طيران صيني بلا دايركت ولا بطيخ. يا سلام، مطار ضخم يا جماعة الخير، كبير مطار ما شاء الله. الشباب انا اول مرة اجي الصين، لكن الشباب يقولوا من اكبر المطارات اللي قد نزلوا فيها. ايش كاتبين؟ خميرة خبز. اوكي خبزة يعني هي بالنهاية. هو عيش يعني محشي شوكولاتة. قايل لك يا هاني يعني ايش بيكون فيها يعني. بس شوف طريقة الحساب غريبة. طبعا عندهم زي STCPay خلنا نقول، تحاسب فيه، تفتح التطبيق. خليني اوريكم جوال هاني، ولا انت على طول؟ لا هو ايش اسمه علي بي؟ انت لسه ما سويته؟ اوكي كويس كذا خلاص. تضغط على هي، شوف تشغلها، بعدين يطلع لك كود اكتب نو، دخل رقم سري حقك. ما احد يشوف رقم سري. كم هو كان؟ ناس رقم السري خلاص. هو اللي عنده الباركود مو هي. خلاص هي بس تحط المبلغ كم تم. شيله يا حبيبي، شيل بنفسك. ايش هذا؟ بيض مسلوق. والله حبيت الفكرة.
الحين دخلنا غرفة. طبعا الخط في الباص أنا خلاص أترنح يمين يسار نعسان. طولنا في المطار، طولنا مرة يعني، وصلنا الساعة 2 العصر، ما طلعنا من المطار للساعة 5. الله يهدي اللي كان سبب. عموما خلينا لكم الغرفة. أنا مدري إيش قاعد تحلطم. خلينا لكم الغرفة، غرفة حلوة صراحة. شوف التفاصيل، الصينيين ترى مرة دقيقين بشكل مخيف. حاطين سجادة الصلاة، باينة ما هي من الفندق، هم موفرينها. عموما هذه وش من جيلي. أنا كمبس. أوكي طيب، بوصة، حاطين لي بوصة ما أدري إيش. ظاهر بنمشي واجد. شنطة أوكي، جاط، فواكه. هذه غرفة ما شاء الله تبارك الله. دورة مياه، الله يكرمكم. دورة مياه أكبر من الغرفة الظاهر، ما أدري ليش. يا ساتر، خلينا نشوف المنظر سوا. اوكي يعني ما في شيء مميز مرة، بس انه حلو المنظر صراحة. طالعين انا والاخ ندور مطعم. طبعا في اكل بالفندق، اكون معكم صريح، ولكن مسكت معاه. وبعدين هو قد جاء مرتين ولا 3 مرات الصين، انا ما قد جيت بحياتي، فمعتمد عليه انا كنت يعني. بس طلع ان مدربي راسه، او زي انا مدربي راسي بعد. المهم ان دخلت جوجل ماب ادور مطعم، يعني قد اشوف اتفرج على الصور. طلع لي مطعم ايطالي. مشينا بربع ساعة. ما ادري ايش الايطالي بالموضوع، حتى الجو الثيم ما هو ايطالي ابدا يعني. لكن اول يوم، اول نكبة هذه، يلا لكن بنشوف ان شاء الله نحصلنا شيء. ما عليكم. الحين ماخذين في الباص الى موقع المعرض. طبعا ما شاء الله جيلي الحين عنده باصين، وفي جايهم بعد دعم في باص ثالث، لان كل اللي تشوفونه في الباص كلهم مع جروب جيلي. طبعا من جميع الدول اللي يتعاملوا مع سياراتهم، حنا المكسيك، طبعا كل الدول العربية في الغالب موجودة، والخليج. كمية ما شاء الله. أعطونا الباجات هذه. Sightseeing, sorry, I don't know too much, but about some information about China, you feel free to ask me. Seatbelt and seat bag in front of you. That's نازلين من الباص. طبعا مسافة مرة طويلة لين نوصل المعرض، واضطر يوقف بعيد بسبة الزحمة. زحمة مو طبيعية يا جماعة الخير. كل الناس اللي تشوفهم ذول قاعد يمشوا كلهم رايحين المعرض. ما ادري ايش، ما ادري، ما ودي في وصف ببالي، لكن ما اقدر اقوله يعني. استغفر الله يعني، كأنه حج. واحد من الشباب قال لي انه في يوم واحد في واحد من المعارض في الصين مشى 40,000 خطوة من كبر المعرض. طبعا انا مصدق ان المعرض جدا كبير، جدا ضخم، لكن 40,000 والله كثير. لكن نشوف، يمكن والله يعني. هو رضي الحين من الباص لين شو قاعد نمشي الى الان مشي. شوف المشي، شيء مو طبيعي. يلا 40,000. المعرض هذا البرانكو الصيني. طبعا دشن قبل فترة قريبة، واللي يفرق عن البرانكو اللي نعرفه عندنا في السعودية ان تجميع شركة GMC الصينية. طبعا ما يجي الا محرك 4 سلندر، ما في 6 عندهم. هو الإيفرست وأيضا رينجر كلها تصنيع GMC. أعطونا الأجهزة هذه حق الترجمة، تلبسها بإذنك وتفهم وش قاعد يقال بالصيني. 后续我们将会通过手机微信就能成为您的好朋友，只需要一句指令，他就能想你。 هذه أول واحدة من السيارات اللي دشنوها مع جيلي، ما أدري في غيرها ولا لا، الآن ما ندري. عموما اسمها ستار شيب. طبعا هذه راح تكون جزء من خط إنتاج اسمه جالكسي. الخط هذا راح ينتج لك سيارات جدا ذكية، تسوي أشياء كثير من نفسها. فتخيل لدرجة أن يكون فيها مساعد شخصي داخل السيارة، تقدر تطلب منها أشياء، تقول لها حمي لي السيارة، ترسل لها. حتى عندهم زي الويت شات اللي هو زي الواتساب حقنا، تقدر ترسل لها والله جهزي لي السيارة الساعة الفلانية. تقدر تقول لها لبقي السيارة، أنا بروح توقف السيارة من نفسها، ترسل لك صور بعد للسيارة أن ترى وقفتها. فتخيل الذكاء الصناعي يقول لك هذا الحين قطرة من البحر. عندهم بيوصل المرحلة أن
في ذكاء اصطناعي يخلي السياره تدرفت نفسها. عاد هنا ان شاء الله انا ما ياخذ مجالي، يعني انا صراحه يعني مجالي مره صعب، اما تسوي شيء اوتوماتيكي بالكامل يدرفت هنا الله يستر. عموما السياره هذه تخيل يقول لك انها رينج حقها 2000 كيلو، ما ادري تبديها توصل 2000 كيلو، ولكن رقم صراحه صعب مره، لكن عاد نشوف اذا صارت صدق عاد وقتها ممكن الواحد يفكر في سيارات كهربائيه. المعرض مره ضخم، لكن هنا لقيت جناح شانجان اللي سيارتي منهم، بوريكم اليونيفي اللي مسوينها. انا عندي يونيفي لها سنه الحين بالضبط، تمت سنه. في واحد اسمه وائل، هذا ملك الصين، هذا المفروض يعطوه الجنسيه الصينيه خلاص. العزيز والصديق وائل ملك الصين. اذا تعرفوا موقع تشاينيز كار دوت مي، الاخ هذا حبيبي هو اللي يحط بهارات ويحط اشياء. حبيبي والله. وائل كيف اليونيفي يا وائل؟ صراحه غير صورتك خد دي تعمل فيش ليفت هنا. لا يا شيخ والله بس لسه يا اخي لا تضيق صدري يا وائل، يا اخي لا تضيق صدري، لا تضيق صدري، فرحان بسيارتي. بس ترى برمضان اللي راح كملت سنه معي. والله ما شاء الله تبارك الله. بس شوف شكل السياره يا ساتر. طبعا بغض النظر يعجبك او لا، هو في اشياء حلوه واشياء مو حلوه، لكن عينكم على التعديل. طارحينها ظاهر حاطين لها هيدروليك، المات فينش برضو هنا مسوي شغل. الغطاء المحرك حاطين لك كذا فتحات تبريد، شوف كيف. يا ساتر يا رب. خلينا نروح من هنا ناخذ نظرة أوسع. شوفوا الجنط مو حلو بس يعني لمسة، خلنا نقول. يا الطرحة، يا صلاتي على النبي، صلاة ربك. شوف يا ساتر، لمع الله يفيك. الظاهر هو حق واحد من تيك توك، شوف حسابه هنا بالصيني، لكن ما ادري شكله حق زبون. يا ساتر يا رب، والله يبي لي تعرف عليه. عموما من الداخل مقفله، هي حاط لك هنا كريستال اصل جير تعشيق في المقود، حاط لها كذا كاربون فايبر، ستيرنج كاربون فايبر. ايش رايكم؟ يا جماعة الخير الزحمة مو طبيعية، ماني قادر اصور ولا شيء ولا اسوي ولا شيء، تعال خلينا نطلع برا نتفاهم. اكيد طفشتوا، حتى انا طفشت، بس تخيل شوف حظي وحظكم. نيتي ودي اصور لكم يا محبيني، لانه يعني حاب انوع. رايح الصين، رايح معرض بكين، واكبر معرض واحد من اكبر المعارض في العالم، ما قدرت اصور، زحمه، طفشت خلاص. واذ فجأة يجيني علم انه في بطولة درفت في الصين ورايح لها. احمد طبقاني دلعني الحين، شغل المساج، رايحين الحلبة. ولا فاهم ولا شيء، قاعد اضغط انا داري، بس يلا ما مشكلة. اوه لا هذا لا الهيت فتك يرحم امك، يرحم والديك. السنة اللي فوق الظاهر تبريد، هذا ترى شغال خلاص. اي انجوي. استنى انت ظاهر يشتغل ترى، بس عطى بالاصفر. لا من الصباح انا احاول فيه الموضوع هذا. شوف تحت شغال. اللي هو الجزء اللي مكسور من هنا وفوق. يلا هناك شغالين والله تاندم. طبعا هذه اول جولة ببطولة الصين المحلية، ف نفس الوقت بطولة السعودية المحلية اول جولة الحين قاعد تقام، لكن انا موجود، فسبحان الله ما هم يلحقوني، انا ما لحقت احد. هنا مسوين ساحة وراشين مويه عليها، مسوين تاكسي درفت. وهذه سيارة صينية، شايفة تبغى درفت، بس خليني اوريكم الحين درفت. صراحة ما توقعت اني القى سيارة صينية حق درفت، لكن خلينا نشوف الحين كيف شكلها وهي درفت. كهرب يا عيال، كهرباء.
براذر ايه كهرب ايه. خلينا نمشي من هنا بس. هذه كاليفورنيا فيراري الدرفت بعد. والله ما شاء الله. حس الصينيين ما عندهم لا اي شيء وتجيب. سائق الديار حقهم هذا يوسف بحويرة حقهم. يلا خلينا نشوف. أول مرة أروح بطولة درفت ماني فاهم ولا شيء. ماني فاهم شيء بس قاعد نستمتع. ما عليكم. اوكي ترجمنا لاخونا ان هذه اخر رن للبطوله الفاينل هذول. حلو. طبعا عندنا البي ام والسيلفيا السوداء. قبل شوي السيلفيا لحم في البدايه بعدين خنبع هنا، بس ما ادري عن اللاين حق البي ام هل كان نظيف ولا لا، خلينا نشوف الحين. لاين السلبية الى الحين احسن. الله خلاص راحت على راعي البيم. سلبية بغى يجيب العيد. راحت على البيم راحت. خلاص هذا فايزهم. راحت على راعي البيم. ما عنده ستيرنج. تبي اشر له الستيرنج خرب. مبروك هيز ذا وينر. وقف شعر جسمي يا عيال استاذ. ابي له فورك ليفت. شوف كم الساعة الحين؟ 5 خلصوا. الساعة 5 العصر خلص كل السباق. في بطولة أخرى أحمد الساعة 1 بالليل كواليفاين ها؟ بس الأمانة ما عندهم سائقين كثير. ما عندهم إلا برو بس، ما في هواة، ما في سيمي برو، فيبدون يخلصوا بدري. يا عيال خربت البي ام، شوف كيف يشيلونها. سريع ما في. شوف كيف شالها. يا ساتر ولا شيء. كأنه كونتينر. عموما الحين هذا الباتل حق الثالث والرابع. غريبين هنا سووا الباتل حق اول ثاني، الحين ثالث رابع. يلا خلينا نشوف.
جاب العيد جاب العيد. خرب عندنا الالاينمنت مسكين. التو خرب. السيارة صارت حوله من قدام. البي ام كمل كذا خلصنا يا شباب. وصلنا البطولة، تفرجنا على الأول والثاني الباتل، وشفنا الثالث والرابع. والله سوقتهم أجرام وسياراتهم ما شاء الله تبارك الله، مستوى مختلف ما شاء الله، كله سكوانشة كله كويك تشينج. المكاين شيء تسع، تعرف شيء ما تعرف، ويلا. فبكذا نكون خلصنا. أشوفكم على خير، مع السلامة.